بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان في اجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضه استمر حوالي ساعه. اولا ببارك على عيسى حياته انه انطرد هذا الحرامي الافاق، وانا قلت له قدام السيد الوزير في ماتش سان داونز انت راجل حرامي مش هتكمل، فبارك له انه انطرد. وبهني الشعب المصري ان هذا الافاق 28 سنه راكب على نفس الاتحاد الافريقي. ببارك لاحمد بجد، راجل جاي من دوله صغيره اسمها مدغشقر، لكن اتحاد الدول الافريقيه المحترمه وقفت معاه وقفه عظيمه. كنا نتمنى طبعا النهارده ان المهندس هاني ابو ريده يحسم الامر، لكن للاسف تاجلت الانتخابات لشهر مايو. طبعا احنا وراه بندعمه في مايو ويونيو، يقول لي اي وقت احنا بندعم هاني ابو ريده، لكن اهم حاجه ان الكابوس اللي كان عايز ينقل المقر الافريقي من دوله مصر العظيمه هو اللي اتنقل خالص وتم ازاحته. بالنسبه طبعا لمباراه الزمالك والانسحاب، هنلعب ولا مش هنلعب؟ طبعا احنا في جمعيه عموميه، انا عرضت على السيد وزير قرار الجمعيه العموميه ان احنا مش هنلعب الا ما نرجع تاني جمعيه عموميه، ويكون قبليها يبقى في اي ماتش هيبقى مؤجل لغايه ما الجمعيه العموميه تقول الكلمه. طبعا الجمعيه العموميه في مستجدات، طبعا انه اتحاد الكوره نفسه كله بره اتحل، عندنا الاتحاد الافريقي الرئيس بتاعه الفاسد بقى بره، دي كلها مستجدات هتعرض على الجمعيه. يعني النهارده اتحاد الكوره بلجان ومنها لجنه حكام بقت بره خلاص، هنعرض الامر على الجمعيه العموميه. وانا قلت لسياده الوزير انا ما اقدرش اخد قرار منفرد الا بعد العوده للجمعيه العموميه، وخاصه ان احنا عندنا ماتش توجو وعندنا تصفيات كاس العالم، عندنا ماتش رواندا مهم جدا جدا. كلنا دلوقتي مركزين اهلي وزمالك والمصري والاسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحه وكل الانديه، اسوان، طنطا، التعدين، طلائع الجيش، خايف انسى اي نادي، كلنا واقفين ورا المنتخب مصر، لان احنا من سنه 90 يعني تقريبا 27 28 سنه ما وصلناش لكاس العالم. ده ماتش توجو اعتقد يوم 28 يناير. ولادنا راجعين طبيعي يوم 23 من نيجيريا، ربنا يوفقهم، يوفق فريق النادي الاهلي في جنوب افريقيا، ووفق سموحه في مالي، في اعتقد بيلعبوا الفريق غلبوا هنا 4-0، ويوفق النادي المصري مع ويقدر المصري يعوض ال 2-0 اللي غلبهم. وطبيعي طبعا انه مش ممكن فريق هيبقى جاي يوم 23 ويلعب يوم 24، طبعا غير منطقي طبعا. فاحنا عندنا جماعه عموميه ان شاء الله يوم الجمعه، هنعرض كل المستجدات عليها. لو قالت نكمل مسابقه نكمل مسابقه، قالت ما نكملش مش هنكمل، لو قالت هنلعب بالناشئين هنلعب بالناشئين. والوزير انا بحترم فيه انه بيدعم الجمعيات العموميه وما يدخلش تدخل حكومي، لكن هو كان مجرد نقاش بعد المستجدات الجديده. فانا قلت له بقى ان هذه المستجدات محل اعتبار وهتعرض على الجمعيه العموميه، وهي المستجدات زي ما احنا قلنا حل اتحاد الكوره بكل اللجان بتاعته، في معاد طبعا لجنه المسابقات، لان اللجنه دي تبع لجنه الانديه اللي انا رئيسها. اتحاد كوره، لجنه الحكام، لجنه شؤون اللاعبين، كله اتحل خلاص. فان شاء الله باذن الله كل تركيزنا دلوقتي مش في الزمالك ولا في الاهلي، كل تركيزنا في ماتش توجو 28، وكل تركيزنا ان شاء الله باذن الله بعد كده عندنا ماتش رواندا مهم جدا جدا. تركيزنا احنا واقفين ورا المهندس هاني ابو ريده في شهر مايو، الانتخابات هيبقى عنده انتخابات في شهر مايو، ربنا يوفقه ان شاء الله. وفي النهايه انا بس عايز اقول لجمهور الزمالك انا عندي لاعب اسمه الشناوي صنع اسمه نادي الزمالك. هذا اللاعب متمرد، بقاله يومين ما راحش تمرين. والده اتكلم امبارح وهما في المطار، كابتن اسماعيل يوسف رئيس الجهاز، وقال له اصل انا ابني مصاب، فقال له اللي يحدد ابنك مصاب ولا مش مصاب هو الدكتور الفريق مش حضرتك. في تحقيق معاه يوم السبت ان شاء الله. هذه الفوضى اللي عاملها احمد الشناوي سواء داخل الملعب او خارج الملاعب، وعارف انا اقصد ايه، او خارج الملاعب وعارف انا اقصد ايه كويس، الكلام ده مش هيمشي معايا ولا بورسعيد تقبله اللي انا بحبها وبعشقها. الشغل ده مش هيبقى في نادي الزمالك وانا رئيسه، هتتحاسب حساب عسير. ولو المنتخب خدك بعد التحقيق وثبت انك انت بتتمرد، مفيش لاعب عندي هيروح منتخب ومستر كوبا، لانه يعملوا بقى مبادئ. اللاعب اللي اتمرد على ناديه وعنده مهمه قوميه مسافر زي الاهلي ما هو مسافر، زي ما هو سموحه مسافر، زي ما المصري لسه راجع، وما تروحش تمرين يوميا وتقفل تليفونك وتخلي ابوك، انا مالي ومال ابوك اصلا، انا مالي ومال ابوك، هو ابوك بيلعب معانا عشان تخليه يكلم رئيس الجهاز ويقول له اصل انا ابني مصاب؟ اللي يحدد الاصابه دكتور الفريق، احنا عاملين 3 دكاتره. فبقول له انت بتلعب بالنار وعملت الكلام ده اكتر من مره، وهتشوف الحساب العسير.
وانا معاك. يعني انت لسه ما شفتش الوجه الثاني بتاع مرتضى منصور، هتشوفه، بس لما تدوق الوجه الثاني اعتقد مش هتنزل من بيتك يا شناوي. وقول للاب عيب انك يبقى انت راجل نادي محترم اسمه الملك، صنع مجد اسم ابنك، كان بياخد 200,000 جنيه ولا مش عارف كام، ياخد دلوقتي ملايين. ها انا مش هتكلم اكتر من كده يا شناوي لان الحساب هيبقى عسير. الحركه اللي انت عملتها انك تتمرد والفريق بتاعك في المطار وما تسافرش، اعتقد هيبقى الثمن غالي جدا. هنبتدي نتكلم بره وجوه. وانا بقول تاني الكوبر بعد التحقيق لو ثبت تمرد الولد دون، مفيش لاعب عندي لو انت خدت الشناوي وضميته، مفيش لاعب عندي هينضم للمنتخب. شكرا.